هو ده الفسيخ المظبوط، طري زي الزبده ولونه وردي. انا دايما بصوره على مرتين، مره وانا بخلله ومره وانا بفتح عليه. بس اخر فيديو ده جالي كذا تعليق، صوري لنا فيديو كامل عن الفسيخ وخصوصا في الصيف. رحت اشتريت السمك البوري وخللته، وقلت مش هنزل الفيديو غير لما اجي افتح عليه، وكمان ازاي احفظه بعد التخليل. وجيت افتح عليه طلع بالشكل ده، بصراحة اتصدمت. تعالوا معايا واحدة واحدة كده نسمي الله، وتعرفوا التفاصيل اللي انا بعرفها لأول مرة دي، بس انا وقعت فيها وهقول لكم عليها علشان انتوا كمان ما تقعوش فيها. ولما تحبوا تجيبوا سمك بوري يطلع معاكم ممتاز. انا دايما بشتريه من محل السمك اللي عند البيت، عمري ما اشتريته ابدا ابدا من على البحر. المرة دي ولله الحمد كنت قاعدة على البحر، والصياد كده عدى بشوية سمك، انما ايه يفتحوا النفس. قلت اشتري الحبة الحلوين دول واعملهم فسيخ، وطبعا سمك البحر لا يعلى عليه. بس خدت بالي كده وانا بشتري السمك، انا اول مرة اجيب سمك بوري من على البحر. انا دايما عشان اعمل فسيخ بشتريه من محل السمك اللي في المنطقة عندي، عمري ما جبت من على البحر خالص. فدايما بجيب السمكية كده من المحل، احس انها مقلبظة شوية وكمان متماسكة شوية. لكن السمك اللي جبته من على البحر حسيت ان ظهر السمكة فاضي حاجة بسيطة، وبطنها طرية بزيادة. فحسيت باختلاف كده من البداية، بس قلت ايه كملي كده واعمليه فسيخ وطنشي. المهم جيت تاني يوم على طول من السفر، السمك بدأت ان انا اغسله. دخلت كده المية في الخياشيم، ومشيت المية على السمكة من بره. ونقدر هنا علشان نصفي المية بعد كده نجيب دورق كده او طبق غويط، ونوقف السمكة بالعكس، يعني راسها تحت وديلها فوق لحد ما تتصفى. او ان احنا على طول ننشفها. ازاي يعني؟ بنمشي كده على السمكة من بره بالمناديل، ننشف ظهر السمكة. وبعد كده نحط منديل او اتنين في الخياشيم علشان نمتص السوائل اللي جوه السمكة. فنقدر نعمل الخطوة دي او الخطوة دي. المهم في الحالتين لازم نحط كده منديل جوه الخياشيم علشان الخياشيم تبقى ما فيهاش ميه خالص. طيب نقدر بقى نشيله فين؟ على ما نسيبه كده 6 ساعات، او ممكن طول الليل في التلاجة لو انت شاريه من المحل على طول. فتقدري ان انت تعملي الخطوه دي وتشيليه طول الليل في التلاجة، او تسيبيه 6 ساعات كده على رخامه المطبخ، بس تسلطي عليه مروحه علشان ينشف بسرعه. تمام. انا هنا حطيته على صينيه، وقلبته كل شويه كده لحد ما السمك معايا نشف. انا عايزاه يشمع كده وينشف علشان ابتدي املحه. وفي الفتره اللي بيقعدها السمك كده لحمه بيفتح وبيبقى جاهز للتمليح، نبتدي بقى نحضر الملح اللي هنخلل بيه. معايا كيلو ملح خشن. بحط له كميه من الشطه، ممكن معلقتين 3 4. الشطه هنا اختياري، ونقدر نحط معلقه كركم. فالكركم والشطه اختياري مع الملح، اللي بيفضل الشطه يحطها واللي بيفضل الكركم يحط، او ممكن نحط الاتنين مع بعض شطه وكركم. قلبت الملح مع الشطه كويس ورجعت للسمك. بصوا السمك سيبته شويه كده قدام المروحه، بس انا سيبته كده حبه حلوين يعني فوق ال6 ساعات. السمكه كده حسيت ان هي ايه، بدأت تفتح كده معايا. الجلدة بتاعتها من بره طبعا ناشفة كده شوية، الهوا طبعا نشفها. كده نقدر ان احنا نخللها، مفيش مشكلة. في ناس كتير قوي ما بتستناش على السمكة لما تنشف كده وتشمع. مجرد ما بتنشفها بتخلل على طول. كده صح وكده صح. بس المهم ما تطوليش على السمك وهو بره التلاجة زيادة عن اللازم، علشان ما يفتحش معاكي قوي. المهم كده نبتدي بقى نعمل ايه، نشيل المناديل. وتخلي بالك ان انت تشيليها كويس قوي، والمناديل دي على فكره انا حطيتها مره واتنين لحد ما اتاكدت ان خياشيم السمكه خلاص ما فيهاش سوائل خالص. نبتدي بقى نيجي عند الديل كده ونضغط عليه، بس ما تكسريهوش قوي عشان السمكه ما تتفتحش. وبعد كده تعملي تدليك لظهر السمكه وابعدي عن البطن، ما تدوسيش خالص على بطن السمكه. بعد كده نبتدي نملح، بنجيب الملح الخشن ونبتدي نملى الخياشيم. وانتي بتحطي الملح كده اضغطي بايديكي، املي الخياشيم كويس قوي. الملح الخشن حلو قوي قوي للتمليح بتاع السمك البوري او لتمليح الفسيخ. في ناس بتستخدم الملح الناعم برضو بيخلل مفيش مشكلة، بس ممكن الفسيخ يطلع معاكي حادق بسبب الملح الناعم. لكن الملح الخشن ما بيخليش الفسيخ حادق قوي، والفسيخ بياخد كفايته من الملح وطعمه بيبقى مظبوط. فده الفرق ما بين الاتنين. وطبعا الملح الخشن هو اساس التخليل واساس التمليح. بنملى الخياشيم كلها، وبق السمكه برضو بنحط فيه شويه من الملح. بخلص الكميه كلها، وبعد كده هبتدي ان انا اغلف. دي اول مره انا بعمل فيها فسيخ من سمك البحر. انا كل مره بشتري بصراحه متخيل ان ده سمك بحر، بس انا كده بدات ان انا اشك. السمك اللي انا بجيبه على طول ده اكيد سمك مزارع، بس بيدي نتيجه ممتازه. المهم احنا عايزين حد يفيدنا في المعلومه دي.
فعلا سمك المزارع هو احسن حاجة للفسيخ ولا السمك بتاع البحر؟ بس عن تجربة انا لما عملت سمك البحر ما ادانيش نتيجة حلوة على فكرة. نيجي بقى للتغليف. اهم حاجه ان انت يبقى عندك كيس كبير، بحيث ان انت تحطي السمكه كده جواه وتربطي عليها كيسين 3 4 وتربطي، وبعد كده تبتدي تقفلي في اكياس تاني او بالبلاستيك راب. انا هنا ما عنديش اكياس حجمها كبير، لان ما شاء الله يعني اللهم بارك انا جايبه السمك حجمه كبير. فحطيت السمك في الكيس كده على ظهره، ورشيت شويه ملح في الكيس، وعندي شرايح ليمون. انا دايما بستخدم الليمون في تمليح الفسيخ، بيظبط لي ريحه الفسيخ قوي، وانا متعوده على كده. فتقدري انت تستخدمي شرايح ليمون، وتقدري ان انت تلغيها يعني براحتك. المهم حطيت سمكتين مع بعض على ظهرهم بالشكل ده، وطبعا الكيس عشان صغير حطيت كيس تاني. وبعد كده هبتدي ان انا اغلف الكيسين دول بالبلاستيك راب علشان اقفل الهواء خالص عن السمك. هنا طريقه التغليف مهمه قوي. لازم تجيبي اكياس، بس اهم حاجه الاكياس الكبيره يا جماعه عن تجربه. الكيس الكبير اللي بتقدري تحطي السمك جواه وتربطي عليه، ده احسن بكتير قوي قوي من الاكياس الصغيره اللي بعد كده بتلفيها بالبلاستيك راب، لان مهما كان برضو السمك بينزل سوائل. تمام. فهنا انا بغلف حلو قوي، وبرضو هدور على شنط كبيره واحط السمك جواها. انا دايما لما باجي ارص السمك في الكيس، بحط السمك عكس بعض. يعني لو راس السمكه يمين يبقى السمكه اللي بعدها ديلها يمين. فهنا انا بدأت ان انا احط السمك، بس عشان تحفظيه بقى للفترة اللي هيتملح فيها، خلي السمك على ظهرها. ولازم تاخدي بالك قوي من وضعية السمكة دي، حاجة حلوة قوي ان هي تتخلل بالطريقة دي او على الوضعية دي. فبدأت اجيب شنط كبيرة شوية وحطيت السمك على ظهره بالشكل ده. وبعد ما بحط السمك كده في الكيس الاولاني، برش عليه شوية ملح مع شرايح الليمون. وتقدروا ان انتوا تستخدموا يعني الليمون زي ما اتفقنا، او ممكن انتوا تلغوه يعني براحتكم. هنا بقى شنطة مع شنطة مع شنطة، وبدأت ان انا اقفل حلو قوي. بعد كده هحط السمك على صينية. لو عندك علبة كبيرة بحجم السمك تقدري تحطيها وتغطيها، هيكون حلو قوي، مش هيطلع اي ريحة خالص. بس طبيعي ان السمك يطلع ريحة بسيطة بعد كام يوم، يعني بعد 3 4 ايام كده بيطلع ريحة. ولو احنا في الصيف طبعا الريحة بتطلع بدري عن الشتاء. هنا بقى انا خلصت السمك هنا على ظهره. فعلشان اعرف ان ده الظهر، ببتدي احط علامة على الكيس من بره، عشان بعد كده لما اجي اقلبه ابقى عارفة انا قلبته على انهي ناحية. وبعد يومين 3 بقلبه على الناحية التانية، وكل يومين بقلبه على الناحية التانية. يعني انا بستنى 3 ايام وبعد كده بقلبه، كل يومين بقلبه تاني لحد ما بيقعد المدة بتاعته. وممكن من البداية كده بكتب التاريخ اللي انا خللته فيه امتى، علشان في الشتاء طبعا بيقعد معي 20 يوم، فممكن انسى انا خللته امتى. في الصيف زي ما قلنا كده من 7 ل8 ايام. نيجي بقى نفتح عليه. قبل ما افتح عليه معاكم بقى، وقبل ما تشوفوا النتيجة في الاخر، كان بيجي لي اسئلة بالفسيخ بينزل منه مية بعد كام يوم، اعمل فيه افتح عليه؟ لا، ما تفتحيش، تجيبي شنطتين 3 كمان وتحطي فيه شنطة السمك وتسيبيه يكمل المدة بتاعته. الفسيخ ما بيتفتحش عليه وما بيتخللش في التلاجة، لازم يتساب في المطبخ او في اوضة او في اي حتة كده، المهم بعيد عن التلاجة. لو نزل ميه زي ما قلنا كده، سيبيه يكمل المده بتاعته وما تقلقيش خالص، ده بيحصل كتير مفيش منه مشكله. احنا هنا مغلفين طبعا حلو قوي، في المحل ما بيعملوش كده يا جماعه، فدي طريقه البيت عشان يدينا نتيجه كويسه. هنا بقى بدات ان انا افتح عليه. هنا كل اتنين مع بعض في كيس زي ما انتم شايفين. هنفتح دلوقتي، واول حاجه لاحظتها هو السمك يعني ما شاء الله حلو، بس انا حسيته كده سفيف شويه، مش متختخ كده زي السمك اللي بجيبه من المحل. تاني حاجه خدت بالي منها ان بطن السمكه اسود قوي، يعني اسود زياده عن السمك اللي بجيبه من المحل. تالت حاجة بقى واهم حاجة واصعب حاجة واللي ضايقتني، لحم السمكة مختلف. هي معلش يعني الاضاءة في المطبخ مش مديه السمكة برضو حقها ومطلعها غامقة اكتر، بس لحم السمكة مش طالع حلو زي اللي انا بجيبه من المحل. فكده سمك البحر طلع معايا مختلف. فانا حبيت ان انا اكمل الفيديو وانزله ليكم علشان اللي بيفكر يخلل يعرف المعلومة دي. وكمان نسأل الناس اللي ده شغلها، في الناس اللي بتخلي الفسيخ، هو فعلا السمك بتاع المحل مثلا بتاع مزارع علشان كده ادانا نتيجة احسن، ولا سمك البحر ما ينفعش للتخليل؟ يا ريت اللي عنده معلومة يقول لنا، يا اما توصلوا صوتنا لأم مك، بما انها بقى يعني ما شاء الله ده شغلها ومتخصصة في الفسيخ تفيدنا. انت بتخللي فسيخ ايه او سمك ايه؟ بصوا بقى ده السمك اللي انا صورته معاكم انا وماما قبل كده، لحمه طري زي الزبدة ازاي ولونه وردي.
هو ده الفسيخ المظبوط يا جماعه. انا دايما بجيبه من المحل زي ما قلت لكم، بس انا ما اعرفش المحل ده شاريه منين، يعني ما بسألوش بصراحة. انا بلاقي السمكية كده متختخة كده ولونها حلو وطازة بصراحة، فبجيبها واخللها، وخللت كتير جدا. لكن اول مرة يحصل معايا موقف زي ده من السمك اللي انا شارياه من البحر. المهم نيجي هنا بقى لطريقة حفظ الفسيخ بعد التخليل. احنا هنمشي عادي جدا جدا في الخطوات كأن مفيش حاجة حصلت. نقدر بقى نعمل كذا حاجة. أول حاجة السمكية وهي سليمة ننضف البطن بتاعتها ونشيل القشر والزعانف ونشيلها سليمة في كيس كده في الفريزر، أو إن احنا نقطعها قطع أو نخليها. هنعمل ايه بقى لما نقطعها أو نخليها؟ نحطها في البرطمان مع شوية شطة، ولازم نغطيها بالزيت، لازم الزيت يبقى على الوش. نقدر هنا بقى البرطمان نحطه على رف المطبخ أو على رف التلاجة. المهم كل ما تاخدي منه حتة أو حتتين، لو حسيتي إن الزيت نازل يا إما تزودي زيت يا إما تشيليه في التلاجة على طول. تمام. دي طريقة حفظ الفسيخ بعد التخليل. وطريقة الزيت دي احلى بكتير، لان كل ما بيقعد كل ما بيحلو. السمك بيطرى اكتر او الفسيخ بيطرى اكتر وطعمه بيحلو. بالنسبة بقى اللي بتقولي انا عملت الفسيخ وطلع ناشف قوي، كنت متخيلة طبعا ان علشان السمكة حجمها صغير، ان السمك فعلا اللي حجمه صغير يا جماعة بيطلع ناشف بعد التخليل. لكن ده سمك كبير برضه طلع ناشف مش طري قوي. فانا اول مره اتعرض لموقف زي ده، بس حبيت ان انا اقول لكم علشان انتوا كمان تبقوا فاهمين وما تجيبوش سمك البحر. واللي عنده المعلومه يفيدنا، والسلام عليكم.